في اتصال من 17 مع رئيس حزب رفاق النضال لل10452 كيلومتر مربع السيد عبدو سعادة، وبسؤاله عن التبدل الحاصل في الكتلة النيابية للقوات اللبنانية، رأى سعادة أن ما يحصل هو من قبيل التوريث السياسي للقوات من السيد سمير جعجع إلى زوجته السيدة ستريدا طوق. وهذا النهج شبيه بالتوريث الذي شهدناه في حالات عديدة، منها توريث حافظ الأسد لابنه بشار، وكذلك توريث الرئيس السابق ميشيل عون لصهره جبران باسيل الذي أقام مفهوم الباسيلية لنشهد راهنا مع القوات اللبنانية مفهوم الستريدية، علما بأن هذا الأمر ليس بغريب عن سياسة السيد سمير جعجع الذي سبق له أن أقصى الرموز القيادية المقاومة التي ناضلت وبذلت الدم في سبيل القضية بالفريق الحالي الذي يتم استبداله اليوم بفريق جديد يكون ستريدي التبعية وعلى قاعدة كما تكون يولى عليكم. واعتبر السيد عبدو سعادة أن هذا التوريث سيحدث تصدعات داخل القوات اللبنانية بين الحرس القديم والفريق الستريدي الجديد ستظهر آثاره بقوة خلال وما بعد الانتخابات النيابية القادمة.